لو انت من الناس اللي بتخش في جمعية لهدف التحويش، الفيديو ده علشانك. الجمعية لو بتقبضها الاول فانت ممكن تاخد الفلوس دي وتحطها في حساب ادخاري في البنك، واخر السنة تلاقي نفسك كسبان فوائد على فلوسك وعلى فلوس الناس اللي معاك في الجمعية. او ممكن تاخد الفلوس اللي قبضتها الاول علشان تدفع حاجة محتاج لها المبلغ كله، وبعد كده كأنك بتقسط المبلغ ده بدون فوائد، وده طبعا احسن من انك تاخد قرض بنكي وتسدده بفوائده. لكن لو انت بقى بتقبض الجمعية دي في الاخر على اساس انك انت كده بتحوش يعني، فاحب اقول لك ان دي طريقة عقيمة جدا للتحويش، لانك في الاخر هتاخد كل الفلوس اللي دفعتها زي ما هي بدون اي زيادة. ولو كنت حوشت نفس المبلغ ده في البنك كل شهر كنت هتطلع في الاخر كسبان اكتر. لو هدفك من الجمعية انك تجبر نفسك على التحويش، فانت ممكن تعمل كده بطريقة اذكى بكتير، زي انك تحول مبلغ ثابت لحساب توفير كل شهر في البنك، او انك تحوش الفلوس دي في صندوق من صناديق الاستثمار، وده هيكون مع شركة بتخصم منك المبلغ ده كل شهر بطريقة اوتوماتيكية، سواء كان من حسابك او من الكريدت كارد. وبكده تبقى حوشت كل شهر بانتظام ومن غير ما تحس، وبتاخد ارباح على فلوسك.